أعيد الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نسيم من حنان الأم هبا، نسيم من حنان الأم هبا، فألقى في الربوع شذا وحبا، فصفقت الضلوع له بشوق، وضمته كضم المار حبا، رعاها الله من أم رؤوم، ولقاها السرور وخير عقباها. فمن ينسى الأمان بحجر أم وقد أرخى على الأنغام هدبا، ومن ينسى التي سهرت عليه ليالي شدة تقتات رعبا، فلن أنساك يا أمي حياتي. وهل تنسى عروق الحي قلبا، فكم ذقت النعيم بساعديك، وصيرت المضيق علي رحبا، فناديت الرؤوم إلي أمي، فلبت بالحنان تحول صعبا، فما مثل الأمومة من حبيب لروح تبتغي للأمن دربا، فلولا الأم ما أبصرت نورا، ولولا الأم كان العيش جذبا. العقيلة زينب عندما تأتي إلى الدار بعد دفن أمها الزهراء، تأتي إلى الدار ولم تجد أمها، كأني بلسان حالها تقلها يا يمه يناديني صدى البيت، ومن دارك يناديني على وانتي، أنا روحي كالحمامة تحوم والدور
تنادي عليك يا يمه وين صرتي، أظل أصورك كل ميلة بالدار، أظل أصورك كل ميلة بالدار. يا يمه هنا قمت هنا قعدتي، بعدني بحاجتك يا شجرة البيت، بعدني بحاجتك يا شجرة البيت. لا تنقطع من غصنك وردتي، ولو بالطيف أشوف فنك وترحيل، تعالي وبيدك نشفي لي دمعتي. هذا موقف للعقيلة زينب. والموقف الآخر ونحن نعيش في ذكرى رحيل سيد الكون، في ذكرى رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت الزهراء كل يوم تأتي إلى قبر أبيها، تجلس عند القبر هي والحسنان، كأني نعم ترثيه بهذه الأبيات: ماذا على من شم تربة أحمد، ألا يشم مدى الزمان غواليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى، إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. نورك يا ابو ابراهيم من غاب، اظلم على فراقك المحراب، وقلبي عليك انفطر وانعاب، ولبست الحزن والهام جلباب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا كلمح بالبصر، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. ولشرف النبي وآله ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح أموات الحاضرين جميعا، وإلى أرواح شهداء الإسلام، وإلى أرواح أموات سماحة مولانا آية الله المرجع الديني الشيخ عبد اللطيف بري، وإلى روح من نجتمع لذكرى أسبوعها بالمغفرة والرحمة والرضوان، الحاجة المبرورة الطاهرة المرحومة الحاجة فوزية الحاج خليل جعفر دباجة أم فؤاد، وإلى روح والديها رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. خالتي الحنونة، هاجر طائر تشرين لكنه أبى إلا أن تشاركيه السفر، غفوت بهدوء ملائكي وودعت المحبين من دون خبر. هكذا كنت طاهرة حتى أنك تعتنقي عقيدة الحب والسكينة، وكذلك رحلت طيف حتى بصوت وغدا ونحو الضفة الأخرى سار وعبر. الخالة الحاجة أم فؤاد رحمها الله من مواليد عام 1940، والدها المرحوم الحاج خليل جعفر، والدتها الشريفة السيدة زينب السيد حسن من سلالة الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. نشأت وترعرعت في بيت أبويها على الطهر والعفة والطيبة
وحسن الجوار، وحملت هذه الصفات لتؤسس بيتها الزوجي مع الحاج عبد اللطيف دباجة في منزلها الزوجي المتواضع. كانت الزوجة والأم والأخت والابنة لجميع أرحام زوجها. بدفء قلبها وحبها للناس ساعدت زوجها الحاج عبد اللطيف دباجة الاهتمام بأمه الحاجة أم العبد حتى وفاتها، وربت عائلة كريمة مؤمنة: الحاجة دلال، الحاجة فريال، الحاج فؤاد، الحاج جهاد، الحاجة نوال، الحاج عماد، الحاجة آمال، والحاجة هيام، الحاجة هناء، والحاجة ليندا. وصيتها الأولى والأخيرة لأولادها وبناتها الآية القرآنية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربتهم على حب الناس وبذل الخير والمعروف للقريب والبعيد. فأولادها وبناتها بجهدها مع زوجها الحاج عبد اللطيف أثمرت عائلة متكاتفة مترابطة مع بعضها البعض. قليلا ما نجد هذه الحالة في مجتمعنا الحاضر. كانت رحمها الله تقوم وتسارع في فعل الخيرات بصمت وخفاء على سيرة جدتها الزهراء عليها السلام. كانت رحمها الله تصل الكثير من الفقراء والمحتاجين بالعطاء وقضاء حوائجهم بالخفاء حتى عن أقرب المقربين لها في بلدتها بنت جبيل وضواحيها، وأهلها وبناتها وأولادها لا يعرفون ذلك ولا يعرفون ما تقوم به بالخفاء. لكن عند وفاتها رحمها الله بدأت الناس للحضور بكثرة إلى منزلها، وكل واحد منهم له قصة معها. رحمها الله لم ترد سائل عن بابها مهما كان قصده. خالتي، سوف نشتاق إلى رؤيتك ورؤية وجهك المنير والبسمة التي تزرع بها السكينة والسلام في قلوب أحبتك وأرحامك. خالتي، نامي قريرة العين، فالشجرة الطيبة التي وصفها الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه هي العائلة الكريمة التي تركتها يا خالتي، وإن شاء الله أولادك وبناتك مع والدهم المفجوع يكملون مسيرة العطاء والطيبة التي زرعتها في نفوسهم. نبقى الآن مع أغصان هذه الشجرة الطيبة مع أحفاد المرحومة، يتقدمهم الدكتور علي حسن دباجة، ومن بعده الدكتورة إيمان والدكتورة فوزية دباجة. فليتفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم. صلوا على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we greet you all with peace and some blessings on our beloved Prophet Rasulullah, and peace and blessings to his most beloved servants, most specifically today our beloved grandmother, Sitti Haji Fuad, who we lost earlier this past week. Our condolences to the elderly and our relatives,
Al-Hajj Abu Khalil Ja'far, and my Khali Imad Muhammad Dabaja, and the rest of our parents who are in Lebanon currently, and her sisters and relatives and grandchildren. Today I come before you, O friends and family, to speak on behalf of her 10 children, 41 grandchildren, and 4 great-grandchildren, to speak on behalf of the beautiful fruits of her tireless sacrifice and endless compassion, which was only sanctioned by Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful. And today, my friends, my cousins, my community, we come to you truly from a place of great loss, and we stand here in a place of great agony. Not just because we lost such a beloved soul, a mother, a grandmother, a aunt, a sister, but because of what we lost. And as we stand in a place of agony and darkness, we stare upwards, and we see this great mountain, and we see an insurmountable challenge. We see heavy responsibility and the height of human compassion and the perfection of a human soul and its intended goal. Our grandmother, Siti Fuad, typifies something that is so very rare. She comes from a time and tradition that has begun to slowly fade with each passing generation. And each time someone like my grandmother is plucked so early and suddenly from amongst us, we lose a lantern and a guide that teaches us how to serve and live nobly and simply with love based on the tradition of our faith and the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his household. Can we live up to the life and message of our beloved grandmother and climb this tall mountain, my dear friends and family? Let us examine her, and you can decide for yourself. My grandmother was born in 1940 and married my grandfather, Jiddu Hajj Abu Fuad, at the age of 16, many years ago. They lived in a small home in Mitishbar. The house was small with 2 main rooms. The family was large, 3 sons, 7 daughters. The larger room, the children and father slept. And in the smaller room, my great-grandmother, Siti Al-Abid, slept. As the years passed, and my grandmother's mother-in-law began to age, she became bedbound due to severe arthritis in the hips and back, which was common in selfless mothers who bear the brunt of raising children. As my grandmother began to age, my great-grandmother began to age, Siti Fuad, her daughter-in-law, would daily care for her. She'd lift her into the tub and clean and bathe her and lay her down gently each night. Frequently, she would wash her feet and tend to them and tend to the aches and pains of this great lady. Never was there a moment she complained. Never was there a moment where she felt less of a human or a woman who was only relegated to washing the feet of another. And never was there a moment in which she'd tell her husband, my grandfather, that the responsibility of his mother was too much to handle. Soon, the pain and the bitterness would turn into war, and my grandmother would have to tend to her anxious children, afraid of the bombs and gunfire and bloodshed. She would keep them close and send them overseas to America to find new opportunity. My grandmother, may God bless her soul, would tirelessly raise her children, knowing that she wanted a better future. And as she stitched their lives together, she also used to stitch and sew their clothes, while every season and every Eid, they would have a new pair of clothes and a new outfit to wear. Can you imagine this? My dear friends and family, some of you would say, this is aib. Don't speak of such things. These are shameful things. But you see, the stitch didn't represent clothes, but a cohesive nucleus of the family that was held tightly together, taught them strength and to love one another and to serve one another and to love other family. The stitching doesn't represent the pains of poverty, but the unity of God that is found by the undying love of God's creation to children, to the ill, to the less fortunate, which is true wealth and richer than any story that you and I can conceive. And my dear friends, the washing of the feet, the caring for the elderly during time of sickness and health didn't just represent work and chores, but God's love and compassion exemplified and the undying servitude that motherhood should represent. It represents the rahmah and the greatest gift Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon humanity, and that is motherhood that lies at their feet. So pay attention and wash the feet of your mothers.
Oh, our dear grandmother, let us one last time press our cheek against your soft and smooth face. Allow us one last time to feel your warmth and your compassion and melt away into it. Oh, our dear grandmother, let us one last time take your feet and allow us to wash them and to witness the endless mercy that lays at your souls. So to feel the purity of your inner soul and to witness the mercy underneath that the angels in the heavens each praise. Oh, our dear grandmother, may we always show patience and fortitude like you, and may we bear the harsh realities of this life with beautiful character like you. And in our dying hours, may we die nobly and simply with the name of our Creator at our lips, just like you rose to pray one last time before you left this world. Al-Fatiha. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. I will now call to the podium my two dear cousins, Dr. Fawziya Debeja and Dr. Iman Debeja, the daughters of Hajj Khali Fuad, and the rest of the grandchildren. Please come up to the stage. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum on behalf of my entire family. The truth is, I was never supposed to give this speech, to stand at this podium and eulogize my grandmother. We are all so shocked by her death that these words do not come easy. But we're truly humbled by your presence today and over this past week. Thank you. What can I say? What can I say to my grieving Jiddu who has been married to her for over 50 years? What can I say to her 3 sons and 7 daughters who live their lives trying to make her proud? To her 2 brothers and 6 sisters who were the apple of her eye, and her dozens and dozens of grandchildren, great-grandchildren, nieces and nephews who will never hear her voice again. What can I say to them? What can I say to you all now? In moments like this, I remember my Sitto as she was, a quiet, loving, gentle woman with a fierce love for her family. Whenever I spoke to her, she was in a constant state of dua. Allah yakhallikun laba'ad, Allah yakhalli ahlkun, Allah yurdi alaykum. Her dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala was directly tied to her family. In every dua, she asked Allah to protect us, to keep us united and on Sirat al-Mustaqim. And so when we thought of the best way to keep her legacy, we asked all her grandchildren to stand with us. Stand with us so to tell her that her du'ats didn't fall on deaf ears, that we are more than her grandchildren. We are more than cousins to one another. We are brothers and sisters. Blood is thick. And Sitto sincerely believed in raising a family that would stay together, united in good and difficult times. Sitto, I know you can hear me when I say Wistit. Wistit al-Risale. This is our promise to you. This is our promise to our generation that one day we will have to lead, to tell our own children the stories of our Sitto, that she kept us bonded by her humility and effortless grace. Before I go, I just want to tell a short but remarkable story that always, always made me smile. I remember when Sitto came to Ann Arbor a few years ago to see me graduate. As I looked at her, I thought to myself, what have I accomplished? This is a woman who might not know how to read or write, but she has the wisdom and patience of 1,000 men and the unwritten knowledge of those before her. She raised a generation, endured difficulties that I can't even imagine, and her iman was greater than I could fathom. That was the true success of the dunya and the akhirah. So I took off my cap and cords and I placed it on her. I told her she was the real scholar, the one that was the true victor. And it's befitting because Sitto's name, Fawziya, means victory.
She was truly victorious in creating a progeny that upheld the beliefs and values of her faith, in keeping us united and patient against adversity, and always reminding us to look after our elderly. So it's no surprise that my dad named his eldest daughter in her honor, Fawziyah, to serve as a living reminder to the woman that was the stitching to the fabric of our family. Right, Fawziyah? Assalamu alaikum. So I just want to start a little bit with a short story. So every morning I used to watch my dad wake up, and he used to call Sittu in Lebanon, and he used to always talk to her. She would always tell him how radiyah she was of him and his sisters and brothers. Every time something went well in the family, they used to say, it's because Tata was constantly praying for them. You see, Tata was cherished by everyone around her. She was a gem. And so it was apparent that my father would name his eldest daughter after her. Growing up, I used to always ask myself, why was I the one that was given that name? It was different but unique. I didn't truly understand the value of it till I started getting older. Like my sister said, the name Fawziyah means victorious. Indeed, she was every bit victorious. Victory starts with humility and sacrifice. She was above all else a mu'minah, a devout worshiper to Allah subhanahu wa ta'ala. She was a selfless mother, wife, who raised a generation of children and grandchildren who upheld her beliefs and her values. But most importantly, she raised a family and a community that loved and cared for one another. Her undying commitment to her family is a testament of her selflessness. She lived her life in service to others. She devoted to those around her. Like Dr. Ali said, she did everything, from caring for Sittu Al-Abid during her final days to preparing morning breakfast for Jiddo up until her very last day. Tata instilled selflessness, compassion, and resilience in those around her, not through her actions rather than words. I discreetly remember a moment that will forever be imprinted in my mind. This past spring, during her last visit here, it was a warm Sunday morning, and we had all gathered for breakfast. There was roughly 30 of my first cousins there, and I turn around, and I see everyone huddled around her. She was teaching everyone how to make khibz saj. She was covered in flour. And she sat there telling us the stories about how she used to make this for her family every day and the hardships she had endured. At that moment, I felt so humbled to see a 70-year-old woman serving us. I asked myself, what have we experienced? What hardships and sacrifices have we made for our families? Yes, we're educated, doctors, lawyers, but that paled in comparison to Tata's jihad for her family and her community. Her struggles and years of wisdom made her a person to turn to when you needed advice or just a listening ear. A couple months ago, I remember coming home after a grueling day in the hospital and seeing her sitting in the living room. As I approached her, I could see her soulful eyes and a beautiful smile. And as I sat next to her, she told me the same thing she'd always tell me every time I spoke to her. She said, Allah yakhalikum laba'ad. She told me to have faith that God is the best of planners and that he was not unjust to his creation. And that has been something that has remained with me ever since. Although her death was sudden and unexpected, know that she would be grateful for Allah's wisdom and for his plans. As we stand here together on this stage, I want you to take a minute and savor this moment, to cherish the people around you, to stay united together and keep her legacy alive. Sittu always believed that to be truly victorious, you had to stand united as one. Allah yarhamak ya Sittu, and now everyone, if we can just take a moment and read Surah Al-Fatiha on her soul, please. بعد الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
I'd just like to take a moment and introduce my younger cousins, Jinan, for a few words. صلوا على محمد وآل محمد. Teta, you're the most lovable grandma anyone could ever have. You came to America just before I was born, and you were the one that named me Jinan. I opened my little eyes and looked at your beautiful face. Whenever you would see me or talk to me, you would always say, Allah Ta'ala. This loss has been hard for me and my family because we need you to be around us. We need an angel like you to be around us. Whenever I hear my name, I'll always remember you. Love you, Teta. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. رحم الله من أعاد الفاتحة لروح المرحومة الحاجة أم فؤاد. فلتسجد الأرض خشوعا ولتذرف السماء دموعا ولتنحني الجبال ركوعا ولتهتف الناس جميعا رحمك الله رحمك الله يا أم فؤاد. نبقى الآن مع الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة مع سماحة الشيخ الدكتور باقر بري، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله. وفي الحقيقة وأنا أجلس بينكم رأيت في عيونكم معنى الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عاشروا الناس معاشرة أو عشرة، إن غبتم حنوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم. وهذه الدموع التي رأيناها في عيونكم هي خير دليل على هذه العشرة الطيبة التي عاشرتها المرحومة الحاج فوزي الحاج خليل جعفر الحاج أم فؤاد دبيجة معكم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جنانه، ونرفع أسمى آيات العزاء إلى أولادها وبناتها وإلى جميع إخوتها وأخواتها وإلى جميع العائلة وجميع آل جعفر ودبيجة وبيضون وشامي. وأنا للاختصار لن أسمي الأسماء، ولكن نرفع عن روحها السورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة نحن أهل القرآن، وهناك قوانين إلهية تؤكدها مرة بعد أخرى وتلو أخرى تجاربنا في الحياة، تجاربنا مع الطيبين من حولنا، حيث يقول سبحانه وتعالى في واحدة من أهم هذه القوانين الإلهية في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل
لهم الرحمن ودا. هذه حقيقة قرآنية، أن الإنسان المؤمن الذي تمتد حياته إلى حياة الآخرين، المؤمنة التي تمتد حياتها إلى حياة الآخرين بالمحبة والمودة، هذه الإنسانة سيجعل الله سبحانه وتعالى لها ودة. ونعود إلى الأحاديث النبوية الشريفة. لدينا أحاديث ينبغي التوقف عندها، كل واحد منا الآن ينبغي أن يتفكر فيها، وهي منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول: التودد إلى الناس نصف العقل. هي عملية محبة الناس والانفتاح على الناس والتعاون مع الناس وملاقاة الناس بالتي هي أحسن. هذه باعتبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصف العقل. يعني أنت إذا كنت إنسان ذكي أو كنت إنسانة واعية عاقلة، فنفس انعكاس هذا الأمر يكون في التودد إلى الناس، في محبة الناس، في خدمة الناس، في جمع العائلة، في الالتفات إلى الحرام والحلال. وهناك حديث آخر عجيب يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التودد نصف الإيمان. غريب هذا الحديث، التودد نصف الإيمان. يعني نحن الحمد لله وجدنا هذا الأمر في تجاربنا. كان عندنا بعض الإخوان هنا يعملون معنا، كان يتعرضون للكثير من الاحتكاكات مع بعض الناس، ولكن كانوا مصداق لقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عيشوا حياة تودد مع الناس ومحبة. ونحن رأينا كيف عندما فقدوا كيف بكى الناس عليهم. ألسنة الناس أحصنة الحق، الناس كلها بتحكي عنهم بشيء طيب، بشيء جيد، بشيء منيح. ومن هنا فنعود إلى أهمية هذه المسألة. هذه الأيام التي من الممكن أن نتعرض فيها إلى بعض الصعوبات في بعض المتغيرات السياسية التي قد تنعكس علينا سلبا في هذه الجالية وعلى أبناء المسلمين في هذه البلاد. نحن نحتاج إلى أن نجتمع. رسول الله كان يأمرنا بالاتحاد، والله سبحانه وتعالى حين يأمر بني إسرائيل أمرهم أن يتخذوا بيوتهم قبلة في مصر. كان العبرانيون في زمن نبي الله موسى كانوا القلة المؤمنة. هؤلاء القلة المؤمنة حين تعرضوا للاضطهاد أو للمضايقات أمرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن يتخذوا من بيوتهم قبلة. والمفسرون قالوا أن المعنى أن تتخذوا بيوت متقابلة بعضها إلى بعض، أنه نعيش ضمن الجالية. إذا كان حدا بعيد يجي إلى هذه الجالية، نجتمع في هذه الجالية. هذا الاجتماع عم بيعطينا قوة، عم بيعطينا صد، عم بيمنع الآخرين أنه يقربوا صوبنا، عم بيخلينا نجتمع لنعرف المشاكل التي نواجه وكي نخطط معا للمستقبل وكي نربي أبنائنا ونؤسس المؤسسات التي نستطيع من خلالها أن نكون أقوياء في هذه البلاد. واحد من المعاني الأخرى في هذه الآية للاختصار قال المفسرون: لا، أن تتخذوا بيوتكم قبلة هي أنه بهذه الأوقات الصعبة أن تعودوا إلى الله، لأن المواجهة تحتاج إلى قوة العزيمة، إلى قوة الإيمان، إلى قوة الصبر، إلى التعرف على المعاني التي تستطيع أن تجمعنا وتقوي من شوكتنا. وهذا لا يمكن إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كتابه الكريم. ورأس هذا الموضوع المودة بيننا والمحبة بيننا والتنازل عن البغضاء والانفتاح على بعضنا البعض بعيالنا وبقرانا وبمؤسساتنا وبأفرادنا وفي كل مكان. وما اجتماعكم اليوم إلا دليل كبير على هذا المعنى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة الغالية الحاج فوزي الحاج خليل جعفر برحمته الواسعة. ومن هذا المنبر بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن سماحة الوالد الذي أرجو أن يتكلم بضعة كلمات لهذا الحفل الكريم والذي طلب مني أن أتحدث وأرفع أسماءيات العزاء إلى العائلة، إلى أبنائها الطيبين، إلى أولادها المؤمنين، إلى أحفادها
عدد كبير منهم يعمل بالعمل الإسلامي والديني ويتواجدون في المؤسسات دائما. هذه الوجوه الطيبة دائما معنا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جنانه. ونقرأ عن روحها السورة المباركة الفاتحة. بسم الله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى في بنت جبيل الحاجة أمينة قازان شامي، زوجها المرحوم عدنان شامي، أخوها سليم مرشد قازان. تقبل التعازي على 7501 كولمان في ديربون منزل ابنتها سلام زوجة الحاج قاسم فرج من 4 بعد الظهر حتى 8 مساء أيام الجمعة والسبت والأحد. لها الرحمة ولكم طول البقاء. الفاتحة. يصادف نهار في بس إعلانين 2 بعد. يصادف نهار الأحد القادم الواقع 4 كانون الأول ذكرى 40 المرحوم الحاج فؤاد محمد دباجة أبو هيثم، وذلك في المجمع الإسلامي الثقافي هنا. الفاتحة. انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم الحاج عادل أيوب الصغير أبو حسن، وسوف يسجل جثمانه الطاهر في المجمع الثقافي الإسلامي هذا المساء اليوم من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8، ويوم الاثنين غدا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ولكم من بعده طول البقاء. الفاتحة. يصادف اليوم في بنت جبيل ذكرى أسبوع ابنة العمة المرحومة الحاجة أميرة كامل بيضون. نرجو من الجميع قراءة الفاتحة لروحها الطاهرة. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. خير ما نذكر خالتي في هذه المناسبة هي بسمتها وطيبتها وحسن خلقها، مع الكلمة الطيبة وقصيرة من سماحة المرجع العلامة الشيخ عبد اللطيف بري. يحب أن يقدم العزاء للعائلة مع كلمة مختصرة، فليتفضل بركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأفضل الصلوات والتحيات على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الأكرمين وصحبه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى للمؤمنين والمؤمنات بأن جنات الخلد هي نزلهم وهي مكان إقامتهم، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يحبون أن يتحولوا عنها.
وهذا شيء رائع جدا جدا، لأن الإنسان يحب أن يخلد في الحياة، ويحب أن يكون خلوده قائما على السعادة والراحة والفرح والأنس، وهذا كله ما وعد الله تبارك وتعالى به المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة. الحاج فوزي الحاج خليل جعفر أم والدة الحاج فؤاد دباجة، يعني ما علمته عنها من أخلاقها وقيمها وفهمها للوجود وللحياة، وما سمعته الآن من الصبايا العزيزات اللائي تحدثنا عنها، لاحظت شيئا مهما. أولا أنها حريصة على اجتماع كلمة أسرتها، بعضكم لبعض، هذا شيء رائع. فهي حريصة على اجتماع كلمة أسرتها. أيضا لاحظت من كلمات الصبايا العزيزات أنها كانت تحاول أن تغير بالأشخاص الذين يتقربون إليها رجالا ونساء، أن تغيرهم، فإن كانوا بعيدين عن الله تقربهم إلى الله، وإن كانوا يقعون في مفارقات تنبههم، أن تغير من يتقرب إليها. هذا شيء عظيم عظيم. هذا هو عمل علماء الإسلام، عمل القديسين والقديسات. هذا شيء رائع جدا. فالحمد لله أن هذه الحاجة حينما رحلت من الدنيا لا شك أنها تركت ثغرة كبيرة لا تسد إلا بسيدة مثلها، لكنها وفدت على رب غفور رحيم، وستلاقي جزاء عملها الرائع عند الله عز وجل. أسأل الله أن يلحقها بنبيه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وأحر تعازية أرفعها للأحبة الكرام آل جعفر وآل دباجة وآل بيضون وآل شامي وعموم أهالي بنت جبيل، وكذلك لأصحاب السماحة والفضيلة الذين نشكرهم أنهم يواسوننا، وإلى كذلك أهل العزاء جميعا، وإلى الأخوة والأخوات في هذا الاجتماع الحاشد، حياكم الله وبياكم ورعاكم. وإلى روح فقيدتنا وأرواح من فقدنا من المؤمنين والمؤمنات ومن ذكر اسمهم الآن سواء في بلادنا أم في هذه الليلة، ستكون هناك جنازة حبيب من أحبائنا، فإلى أرواحهم نرفع ثواب الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله المرحومة الحاجة أم فؤاد، ورحم الله والدها الحاج خليل جعفر، وأمها السيدة زينب السيد حسن، وأرحام زوجها الحاج عبد اللطيف دباجة، والأرحام وأموات الحاضرين جميعا. نرفع الصلوات على محمد وآل محمد مع الفاتحة. اللهم صل على محمد. مع كلمة شكر وامتنان من العائلة مع حفيد المرحومة الدكتور محمد حسين دباجة، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرجع الديني الشيخ عبد اللطيف بري، العلامة الأفاضل، آل الفقيدة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وبنيابة عن جدي وأولاده وآل دباجة وآل جعفر الكرام، أتقدم بالشكر الجزيل لمشاركتكم لنا في مصابنا الأليم هذا. كما نشكر كل من زارنا في بيت الخال الحاج عماد أبو محمد، وكل من هاتفنا معزيا برحيل الجدة الغالية أم فؤاد. ونسأل الله ألا يرينا فيكم أي مكروه، وأن يحفظ عيالكم جميعا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.